السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه حليمه الفيدالي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه سهله واقتصاديه اللي هي المادلين بالشوكولات. كيجي لذيذ بزاف وخفيف. في المقادير غنحتاجوا له ان شاء الله كاس ديال الحليب يكون عامر 150 مليلتر، وكاس ديال الزيت ما عامرش 125 مليلتر، وكاس ديال السنيده ما عامرش بزاف تقريبا واحد 230 غرام حتى 125 غرام ماشي مشكل، كتبقى الحلاوه اختياريه. وعندي هنايا جوج ديال البيضات كبار شي شويه. بالنسبه للخمارات اولا البيكين باودر، عندي هنايا خماره ونص من فئات 8 غرام زايده شي شويه يعني 13 غرام تقريبا، اولا جوج خمارات من فئه 7 غرام. النكهه غنحتاج كيس ديال الفانيلا، وغنضيف معاه شويه النكهه ديال الليمون، ممكن تعوضها بقشور ديال البرتقال كيكونوا احسن القشور. انا ما توفروش عندي، كيتواتى بزاف مع النكهه ديال الكاكاو يعني ديال الشوكولات، كيجي زوين بزاف. عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو ودقيق على حساب الخليط، تقريبا واحد جوج كيسان. انا هنايا غربلتهم، غادي نضيف شويه بشويه حتى نحصل على النتيجه ونقول لكم اكزاكتومون شحال هزات ليا. بالنسبه للمقادير الاخرى عندي هنايا قبصه ديال الملح. طريقه التحضير سهله، غادي نديرو في اناء البيض. ما قلت لكم ما ديروش بيضات صغار، هادو متوسطين اولا يكونوا كبار من الاحسن. صافي، غادي نضيف سكر سنيده، غادي نضيف نكهه الكيس الفانيلا والقبصه ديال الملح، ونضيف معاهم حتى النكهه ديال البرتقال اولا قشور البرتقال الا كانوا من الاحسن. صافي، وغادي نخدم هاد المقادير بهاد الطريقه هادي. صافي، غنبقى كنخلط مزيان غير بيدي حتى نحس بان السكر ذاب. صافي، غادي نضيف ليه الزيت، نخلط واحد شويه على ما يتجانس، ثم الحليب. صافي، دابا غادي ندير الدقيق، هاني مغربلاه من قبل ونغربل معاه حتى الكاكاو والخمارات. الاحسن تغربلوا الكاكاو لان بعض المرات كيكون مكور بزاف. صافي، ونخلط وعاد نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على العجين ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش جاري بزاف، يعني يكون بحال الكيك تماما باش كيجينا خفيف. نزيد الدقيق هنايا عبره جوج كيسان 250 غرام ديال الدقيق، نخلط ولا احتاجيت ونزيد. صافي، غنضيف الكميه اللي بقات ديال الدقيق، ما كيبقاش يعني مقدار محدد لان الحجم ديال البيض يعني والنوعيه ديال الدقيق كتتحكم. درت البيضات شويه كبار، هزات ليا جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق اللي هي 250 غرام. صافي، غنستمر في التخليط في الخلط، كيجي العجين على هذا الشكل هذا. صافي، دابا غادي ندير القوالب الورق ديالي في المول بحال هذا ديال لي ميني كيك. الاخوات اللي كانوا سولوني في الفيديو ديال المادلين السابق، فما يمكنلكش تحطي القالب بوحدو. انا هنا راني مضاعفه هذا لانهم هشاش ويعني نوعيه ماشي جيده. الا حطيتيه مباشره في اللاطه وكبيتي عليه كيتحلك في الطياب ضروري بحال هكا باش كيشد لا. في حاله واحده الا كان عندك يعني نوع جيد مزيان يعني كاغيط واقف واخا ديري فيه الخليط ما كيسيحليكش. كاين اشكال اخرى ديال هاد القوالب بحال هادو عندي كنخدمهم حتى هما، اولا كنخدم كيف سبق لي قلت لكم فيديو الاخر يعني هذاك الخاوي ديال الطون كنحتفظ به كنطفو وما كيصد ديما والو. الا كانوا سولين الاخوات واش كيصدي، ما كيوقع له حتى شي تغيير، كيبقى هو هذاك. كندير فيه القوالب وكنستعملو يعني من الفوق، ما تعاودوش تلوحوا الخاوي ديال الطون. دابا غادي نعمرهم، ما تعمروهمش حتى يعني
الفوق، يعني تخليه واحد الفراغ فين يتنفخ هاد المادلين. صافي بهاد الطريقه كتهزي بالمعلقه وكتعمري، تتسالي الكميه كامله اللي عندك. صافي الفران في هاد الاثناء نسخنوه مزيان وعاد ندخلوا له لي ميني كيك. انا عمرتهم كاملين. الفران كما قلت لكم راني سخنته حتى كيسخن، كنقص تقريبا 180 درجه صافي، وكندخلهم يطيبوا. الشكل النهائي ديال المادلين ديالنا بعد ما جبتهم من الفران كيجيو هائلين بزاف ولذاذ. يعني النكهه ديال البرتقال كتواتى بزاف مع الشوكولات. الا ما عندكمش النكهه اللي درت انا يعني الغوم، ديروا قشور البرتقال حتى هو كيجي زوين بزاف، اقتصادي وبكميه كثيره. ممكن تزينوه بالطريقه اللي بغيتو، يعني بالشوكولات او بالمربى يعني ولا العسل، يعني كيبقى لكم تزيين على حسب الرغبه ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتدعموني بالتعليقات واللايكات، وشكرا على المتابعه والى اللقاء.